حسين الشحات نينجا الكرة المصرية بيدي درس في الانتماء لكل اللاعبين اللي موجودين في مصر. حسين الشحات يا جماعة رمز التضحيات جوه النادي الأهلي. حسين الشحات بينافس نفسه بس في الحتة دي. حسين الشحات ليه بينافس نفسه في الحتة دي؟ لأن حسين الشحات النهاردة جدد عقده مع الأهلي لمدة 3 مواسم لحد 2026. حسين الشحات اللي لما جه من العين الإماراتي في 2019 اتنازل عن جزء كبير جدا من مستحقاته علشان يلعب ويرتدي تيشيرت النادي الأهلي. وفي خلال ال3 سنين دول ورغم الانجازات الكبيره اللي عملها حسين الشحات اللي هقول لك عليها كمان شويه، الا انه النهارده بيأكد ان هو فعلا ابن من ابناء النادي الاهلي، وعشاق وجماهير النادي الاهلي هتفضل طول عمرها شايلاه على راسها وفي قلوبهم. وخلي بالك يا ابني، اللي بيعمل الحاجات دي لا جماهير النادي الاهلي بتنساه ولا إدارة النادي الأهلي بتنساه، وبيفضل على طول في قلب وفي ذاكرة كل أهلاوي. النهاردة حسين الشحات يا جماعة بيجدد عقده ل 2026. حسين الشحات اللي كان معاه عرضين، عرض إماراتي وعرض قطري. العرض الواحد فيهم ب70 مليون جنيه في السنة. عارف يعني ايه مؤمن 70 مليون جنيه في السنة؟ يا راجل طب حط نفسك مكانه كده، احنا كل اهلاوي كده حط نفسك مكانه، اديك 70 مليون جنيه ولا اديك 15 مليون جنيه؟ ها قول لي يا باشا بس انت هتختار ايه؟ انما حسين الشحات يا باشا قال لك ولا 70 مليون ولا انا كفايه عليا ال70 ولا ال80 مليون اهلاوي دول عندي بالدنيا كلها. النهارده يا جماعه حسين الشحات بيرفض العرضين القطري والاماراتي وبيجدد مع النادي الاهلي ل 2026 يا باشا. 2026 كالتالي: اول موسم هيحصل حسين الشحات على 13 مليون، تاني موسم 14 مليون، وتالت موسم 15 مليون. شوف يا اخي ارقام بعيده قوي عن ال70 مليون ازاي. ولكن لسه موجود في العقد تفعيل بند المشاركات، موجود في عقد حسين الشحات، وفي عقد اعلاني على جنب كده لحسين الشحات ورعاة النادي الاهلي بقى اللي هم دايما بيبقوا واقفين ورا وفي ظهر كده النادي الاهلي لمدة 2 سنين يا جماعة. عقد اعلانات لحسين الشحات علشان يحاولوا يكافئوه ويعوضوه عن الخسارة او الفرق الكبير جدا ما بين العرض الاماراتي والقطري وعرض النادي الاهلي. ولكن حسين الشحات يا باشا بدى كل الكلام ده على كل الفلوس دي. حسين الشحات بيبقى بيدي درس الاشباه اللاعبين. عارف يعني ايه اشباه اللاعبين؟ اللي بتجري ورا مليون و2 و3. الراجل يا باشا مش بتاع الكلام ده خالص. الراجل قال لك لا ده انا هلعب في الاهلي وهكمل في الاهلي وهفضل في الاهلي. حسين الشحات اللي من 2019 حصل على الاتي: 2 دوري، 2 كاس مصر، 2 سوبر افريقي، 2 سوبر مصري، و3 دوري ابطال افريقيا، يعني 11 بطولة، وضيف عليهم كمان 2 برونزية كاس العالم. كل ده يعني حسين الشحات كل الجوائز دي خدها حسين الشحات وهو موجود في الاهلي يا جماعة. تقدر تقول لي حسين الشحات يقدر ياخد كل الارقام والجوائز دي فين بره؟ ولكن مش موجودة غير في النادي الاهلي. وان شاء الله قال لك انا ال3 سنين اللي جايين دول ال11 بطولة دول يبقوا 50. ال11 بطولة دول يبقوا 50. حسين الشحات انت يا ابني دايما في قلوبنا. انت بص يا باشا، اللي يبدي كده النادي الاهلي على فلوس الدنيا كلها جماهير النادي الاهلي ومجلس الاداره يشيلوا فوق دماغه، وانت يا ابني فوق دماغنا وفي قلوبنا. وان شاء الله الفتره اللي جايه هتثبت نفسك اكتر وهتبقى احسن من كده بكتير، رغم ان انت كسرت الدنيا في بطوله افريقيا، ولكن هتبقى احسن بكتير. وانت فعلا اضافه كويسه جدا للنادي الاهلي يا باشا. الف الف مبروك عليك، والف الف مبروك علينا يا ابو النينجاوي يا غالي يا غالي يا غالي. الف مبروك يا برنس.